لست أنا المطالب ولكن الشعب يطالب. الناس الذين يطالبون، هل من حق بعض الناس أن يطالب بذلك؟ أريد أن أبين فأقول ليس في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشريفة نهي عن ذلك. لا يوجد نهي قرآني ولا نهي نبوي ينهى عن التسوية بين الرجل وبين المرأة المتساويين في المراكز التي هي مركز القرابة، يعني الأخ مع أخته، البنت مع أخيها، البنت والابن. هذه هي المسألة فيما يتعلق بما يسمى المساواة. اللي انت سمعته ده ما تخافش ولا حاجة ولا تنطرب، لأن ده الوضع الطبيعي بتاع الدكتور الهلالي. وظيفة الدكتور الهلالي هي التنقيب عن الآراء الشاذة وبثها في الناس، اختراع واستكشاف آراء جديدة غير موجودة ولم يقل بها أحد من قبل، وبثها في وسط الناس بحجة القناعة الشخصية وقناعة كل شخص إلى آخر هذا الكلام الذي تسمعونه كثيرا من الدكتور الهلالي. طلع في موضوع الميراث وكان قبل كده اتكلم فيه، والصراحة هو قال كلام، هذا الكلام لا يصدر عن شخص جاهل فضلا عن أن يكون دكتور في جامعة الأزهر الشريف. نعم، كلام لا يصدر إلا عن شخص لا علاقة له بالعلم مطلقا، بل عوام الناس الذين لم يقرأوا كتابا واحدا ولم يتعلموا شيئا من كتاب الله لم تأخذهم الجرأة ليقولوا مثل هذا الكلام الذي قال به الدكتور الهلالي. موضوع المواريث كان نتكلم فيه قبل كده، والموضوع تكرر مرة أخرى. كان موضوع المواريث كان نتكلم فيه قبل كده، كان بيقول إن ما فيش نصوص بتلزمني إن دي يبقى ليه كذا ودي يبقى ليه كذا، وإنما دي راجع للمجتمع وراجع لقناعة الأشخاص وراجع للتراضي والكلام ده كلته. كلامه طبعا أنت سمعت منه جزء كبير. والدكتور الهلالي كان عايز يدخل المرة دي دخلة معلم بس ما عرفش. رأيي حكم الحاكم يقطع الخلاف، ده قاعدة فقهية. حكم الحاكم يقطع الخلاف، طالما في قضاء وفي قانون فلا بد من الاحتكام إليه، ولا يجوز الافتئات على القانون. طيب الافتئات على القانون افتئات على المجتمع. القانون هنا ماذا يقول؟ القانون صوت المجتمع. القانون هنا ماذا يقول؟ بيقول لك ايه؟ حكم الحاكم يقطع النزاع ويقطع الخلاف. احنا عايزين نعرف الاول اين النزاع واين الخلاف علشان نقول ان حكم الحاكم يقطع النزاع او يقطع الخلاف. وليه الدكتور الهلالي قال الكلام ده بالذات؟ مسألة المواريث كمسألة عامة كده اسمها المواريث. اختلف العلماء في حكم المواريث. يعني في علماء قالوا ان الميراث، ان توزيع الميراث امر مستحب، وفي علماء قالوا ان توزيع الميراث واجب، عشان نقول ان المسألة فيها نزاع وان الحاكم من حقه يغير هذه الاحكام. طبعا داخله كان عايز يدخل دخلة معلم بس ما عرفش ليه؟ لان الامور واضحة امام جميع الناس. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال مش احنا. ربنا سبحانه وتعالى جعل المواريث جعلها من الحقوق، وجعل لكل إنسان نصيبا مفروضا. الأب والأم لهم نصيب معين محدود، والزوجة لها نصيب معين محدود في حالة الولد أو عدم وجود الولد، والزوج له من الزوجة نصيب، والزوج له من الزوجة نصيب معين محدود في حالة الولد أو في حالة عدم وجود الولد. وربنا سبحانه وتعالى قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالذي قال نصيبا مفروضا هو الله رب العالمين، الذي جعل هذا النصيب هو الله رب العالمين، الذي فرض هذا النصيب هو الله رب العالمين. لكن عند سعد الهلال لا، من حق الحاكم يغير، من حق الشعب يغير في ايه؟ يغير في كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهو عايز يقول لك عادي لو الشعب عمل قانون، هذا القانون يخالف، ده قناعة شعب وقناعة ناس والشعب حر، فبيخلي كلام ربنا سبحانه وتعالى تحت آراء الناس وتحت أهواء الناس. الناس بقى تقعد مع بعضها وتبدل في شريعة الله رب العالمين كيف شاءت. في القرآن الكريم قال الله تعالى في آيات المواريث فريضة من الله، وقال تلك حدود الله. تلك حدود الله، ما ينفعش حد يتعدى حدود الله. حدود ربنا سبحانه وتعالى حدها، فما ينفعش حد من الناس كائنا من كان يتعدى حدود الله رب العالمين. نفس الكلام الذي قاله الملاحدة وأعداء القرآن وأعداء السنة وأعداء الأمة الإسلامية من المستشرقين ومن الملاحدة ومن العلمانيين ومن الحديثيين. سعد الهلالي عايز بيعيد كلامهم بصبغة هو بيسميها صبغة دينية، ولكن هذا الذي يقوله لا علاقة له بدين الله رب العالمين، ولا علاقة له بالأزهر الشريف، ولا علاقة له بدين الله رب العالمين، ولا علاقة له بالعلم، ولا علاقة له بالأزهر أصلا. يعني الأزهر نفسه لا يقر هذا الكلام الذي قاله الدكتور الهلالي، كلامه باطل لا صحة له مطلقا، واشتراء وانتهاك لدين الله رب العالمين ولشريعة الله تعالى.